في يوم 3 يونيو سنة 1806 أصدر السلطان العثماني سليم الثالث فرمان بعزل محمد علي باشا من ولاية مصر ونقله لولاية سالونيك في اليونان. الفرمان ده كان صدر بضغط من بريطانيا على السلطان العثماني، وده لأنها كانت شايفة إن محمد علي بيهدد مصالحها. الفرمان اللي جه بعد سنة واحدة من تولي محمد علي حكم مصر، يعني محمد علي ما كانش لحق يهدد مصالح أي حد، لأن محمد علي دخل مصر مجرد جندي عادي ضمن القوات الألبانية اللي وصلت مصر لمقاومة الحملة الفرنسية، لكنه قدر في 4 سنين بس إنه يزيح كل المنافسين من طريقه ويبقى هو الوالي في بلد فيها صراع سياسي استمر لسنين طويلة. ازاي قدر يتيم ألباني بسيط وغير متعلم انه يبقى ملك مصر في 4 سنين بس؟ وازاي قدر يتغلب على كل ظروفه الصعبة ونشأته المتواضعة ويقدر يكتب اسمه بحروف من ذهب في كتب التاريخ؟ ازاي قدر انه يزيح كل المنافسين في 4 سنين بس؟ مين بقى هو محمد علي وعاش ازاي قبل ما يجي مصر؟ في الفيديو ده هنفتح الدفاتر ونكشف الأسرار. لو أول مرة تشوفني أنا أحمد صبحي ودي قصة جديدة من كتاب التاريخ. تابع للنهاية واعمل لايك وسبسكرايب، ولو هتعمل شاي اعمل لي معاك. في مدينة قولة واللي بتقع بين مقدونيا وتراكيا واللي هم دلوقتي ضمن حدود اليونان، كان بيعيش راجل من ألبانيا اسمه إبراهيم آغا، وكان بيشتغل قائد لدورية الشرطة في بلده، وبعد الظهر كان بيتاجر في التبغ، وكان متجوز من ست بيت ألبانية اسمها زينب. إبراهيم كان بيحبها جدا وكانوا عايشين مبسوطين، لكن السعادة دي كان ناقصها عيل يملى عليهم البيت. إبراهيم كان حظه وحش في الخلفة، وكل مرة مراته تحمل ويجري بيها على الدكاترة وأشعة وتحاليل وسونار، لكن يوم الولادة ما يعديش إلا ويكون الجنين ميت. الموضوع ده اتكرر مع إبراهيم 16 مرة لحد ما جه يوم 4 مارس سنة 1769، اليوم اللي هيتولد فيه واحد من أهم الشخصيات في تاريخ مصر إن لم يكن أهمهم، وهو محمد علي ابن إبراهيم آغا الأوللي. إبراهيم كان فرحان بمحمد علي جدا وبقى ياخده معاه في كل مكان، بداية من شغله في الحكومة العثمانية لحد قعداته مع تجار التبغ والصفقات اللي كان بيعملها. ولسبب غير معلوم محمد علي ما دخلش المدرسة ولا كان بيعرف يقرأ ولا يكتب، وفي سنة 1779 ومحمد علي عنده 10 سنين بس اتوفى أبوه إبراهيم آغا، وبقى محمد علي بيعيش مع أمه واللي ماتت هي كمان بعدها ب4 سنين، وبقى محمد علي بيقضي يومه في الشارع مع عيال منطقته لحد ما حس عمه توسن إن محمد علي هيبوظ وهيبقى صايع، فقرر إنه ياخده يربيه. توسن كان قلقان جدا على مستقبل محمد علي، وكان قلقان انه ممكن لما يكبر ما يلاقيش شغلانه عدله يشتغلها، لكنه لم يكن يعلم ان محمد علي هيشتغل العالم كله لما يكبر. قلق توسن ده خلاه يعلم محمد علي ركوب الخيل واستخدام السلاح، لكن مات توسن ومحمد عنده 17 سنه، ومن هنا بتتولاه العنايه الالهيه وبتفتح له طاقه القدر. في الوقت ده وصلت اخبار محمد علي لحاكم المدينه وكان اسمه الشرباج اسماعيل، واللي كان صديق قديم لابراهيم آغا ابو محمد علي، وبيقرر انه يتولى امره. ولما لقى ان محمد علي بيعرف يستخدم السلاح وبيجيد ركوب الخيل، قرر انه يعينه في الجنديه، وقرر انه يساعده في انه يرجع تجاره التبغ بتاعت ابوه، وكمان قرر انه يجوزه. أمينة هانم نصرتلي بنت علي باشا مصرلي، ومصرلي دي يعني المصري، كانت ست غنية وجميلة، وكانت من قرية نصرت وهي قرية صغيرة تبع المركز قولة. أبوها علي باشا المصري كان الحاكم السابق لقولة قبل الشرباج إسماعيل. كانت متجوزة من شاب، لكن لحسن حظ محمد علي إن الشاب ده مات قبل ما يدخل عليها، علشان يقرر الشرباجي إنه يجوزهم لبعض. وفعلا محمد علي شاف أمينة وحبها واتجوزوا سنة 1788، وانتقل محمد علي لقرية نصرت علشان يعيش جنب مراته ويتابع أشغالها. وبتخلف أمينة لمحمد علي 3 أولاد وبنتين، وهم إبراهيم وتوسن وإسماعيل كامل. ومحمد علي بدأ يكبر في شغله ويمارس دور أكبر في الحكومة، خصوصا بعد واقعتين خلوا اسمه يتردد في ديوان والي اليونان بشكل كبير. والواقعة الأولى حصلت في قرية براوستا، ومش عارف ليه تحس إن قرية براوستا دي قرية في المنيا مش قرية في اليونان. المهم ان اهل القرية دي امتنعوا عن سداد الضرائب المقررة عليهم من الدولة، وفشلت كل محاولات السلطة في قولة انهم يخلوا الناس تدفع الضرائب اللي عليهم.
لحد ما عرف محمد علي بالموضوع وقال لحاكم قولة انه هيتولى الموضوع ده. وفعلا راح محمد علي براوسطة ومعاه 10 من جنوده ودخل الجامع بتاع القرية وصلى مع الناس، وبعد الصلاة قفل باب الجامع وقال لأهل القرية ان محدش هيخرج الا لما يدفعوا الضرايب اللي عليهم. فالناس قالوا له يا ابني عيب اللي بتعمله في الجامع ده. قال لهم وانتوا مش عيب عليكم تتهربوا من الضرايب؟ مش هسيبكم تخرجوا من هنا الا لما تدفعوا اللي عليكم، ولا هخرج من بلدكم الا ومعايا الفلوس وتكون كاش. قالوا له طيب هنجيب لك الفلوس ازاي وانت حابسنا كده؟ قال لهم كل واحد منكم يبعت واحد لبيته يجيب الفلوس وهبعت معاه عسكري من عندي. وفعلا بدأ كبار البلد واعيانها يبعتوا لاهلهم عشان يدفعوا الفلوس. وخرج محمد علي من القرية ومعاه الفلوس، وبعد كام ساعة بس، بعد ما قدر في الكام ساعة دول يحل مشكلة استمرت لأسابيع. واما الواقعة التانية كانت مختلفة شوية، والقصة ان واحد من اصدقاء حاكم قولة ارتكب جريمة قتل، والضحية كان شخص عادي من عامة الشعب، والقاتل راح استخبى ببيت حاكم المدينة. وطبعا هو عارف ان محدش هيقدر يقرب له ولا حد هيعرف يعمل معاه حاجة، لكن محمد علي عرف بالواقعة وراح جاب القاتل من بيت الحاكم. وهو خارج من الشارع اللي فيه بيت الحاكم لقى شجرة كبيرة، فقام قاتل المتهم ومعلقه على الشجرة دي. وعرف وقتها الحاكم باللي حصل، لكنه ما قدرش يعمل حاجة مع محمد علي. ومرت ايام كتير لحد ما جت سنة 1798، وهي السنة اللي وصلت فيها السفن الفرنسية لشط اسكندرية ونزلت قوات نابليون على ارض مصر. وفي كتابه القاهرة تاريخ وحضارة ذكر اندريه ريمون ان العثمانيين تركوا المصريين لمواجهة مصيرهم امام الفرنسيين، وان مصر كانت مهيئة للاحتلال بسبب السياسات العثمانية الضعيفة والادارة الفاسدة. المهم ان العثمانيين سابوا مصر والمصريين لنابليون وجنوده، وما وصلش اي دعم عثماني لمصر الا بعدها ب3 سنين لما كونوا فرق عسكرية من ألبانيا وتركيا وقبرص وسوريا. الحملة اللي وصلت مصر كانت بقيادة الصدر الأعظم أو رئيس الوزراء يوسف ديا باشا الأعمى، وحسين قبطان باشا قائد القوات البحرية، وتحت منهم قادة الفرق. وكانوا عبارة عن 3 فرق، وهم فرقة الإنكشارية الأتراك، وفرقة الغليونجية، وفرقة الأرناؤوط أو اللي هم الألبان. وخلينا مع الفرقة الألبانية اللي كانت مجموعة كتايب كل كتيبة حوالي 300 جندي، وقائد العام للقوات الألبانية كان اسمه طاهر باشا، واللي منهم كانت كتيبة قولة اللي كانت بقيادة علي آغا ابن الشرباج إسماعيل حاكم قولة. لكن علي قرر انه ينسحب ويرجع بلدهم ويسيب قيادة الفرقة للمساعد بتاعه البكباشي محمد علي. ووقت ما وصلت القوات العثمانية لمصر كان جنود فرنسا جالهم أمر بمغادرة القاهرة والاستعداد للرجوع لفرنسا، وبدأت القوات العثمانية تواجه قوات فرنسا علشان تخرجهم من المواقع بتاعتهم وتستعيد السيطرة على القاهرة. وكانت آخر معارك ضد الفرنسيين. فطلب حسين قبطان باشا من محمد علي انه يهاجم قلعة الرحمانية ويستعيدها من ايد الجنرال لاجرانج. فتحرك محمد علي بقواته ناحية القلعة، لكن الجنود الفرنسيين كانوا مشيوا من القلعة قبل ما محمد علي يوصل. لكن محمد علي بعت لحسين باشا وقال له كله تمام والقلعة تحت السيطرة، وطبعا ما جابش سيرة مغادرة القوات الفرنسية قبل وصوله علشان توصل اخبار السيطرة على القلعة لخسرو باشا الوالي العثماني في القاهرة، ويقرر يرقي محمد علي لرتبة لواء. وبعد مغادرة الفرنسيين للقاهرة بدأ صراع دموي بين القوى السياسية على عرش مصر. المؤرخ عبد الرحمن بيه الرافعي ذكر في كتابه تاريخ الحركة القومية في مصر إن محمد علي وجد في مصر ميدانا خصبا لظهور مواهبه وعبقريته، وإن السر اللي خلى محمد علي يقدر يوصل لحكم مصر بعد 4 سنين بس هو حنكته السياسية وبعد نظره، وإنه قدر يقرأ المشهد السياسي بشكل صحيح ومختلف. يعني هو كان عارف إن الشعب ما كانش بيحب العثمانيين وشاف ده بعينه أكتر من مرة، ولا بيحب المماليك لأنهم ظلمة وخاينين، واكيد مش بيحب الانجليز. وقال ان محمد علي قرر انه ياخد صف الشعب ويتقرب للشيوخ، وده كان قرار صائب جدا وقتها، وكان جديد وغير مألوف، وخاصة في الشرق. الأولوية هنا لقوة الجنود في الفترة دي، وتحديدا من سنة 1801 لحد سنة 1805 هيتغير أكتر من 6 أو 7 ولاة في 4 سنين بس، وده عدد كبير جدا. وبشكل أو بآخر محمد علي كان له دور كبير في تغيير القادة دول. محمد علي في الفترة دي كان بيلعب على كل الحبال، وكان ماشي ورا مصلحته. فالمصلحة لو في القرب للمماليك يبقى نقرب للمماليك، ولو المصلحة مع عمر مكرم يبقى نقرب لعمر مكرم، ولو عمر مكرم ضد المصلحة يبقى نشيله. محمد علي في الوقت ده كان قايم بدور اللهو الخفي، وكان ليه دور مؤثر في الأحداث، وكان بيقدر يحرك الأحداث بشكل عبقري يخليه يتخلص من منافسينه ويقرب من الشعب في نفس اللحظة. وأولهم خسرو باشا سنة 1803، وده لما سخن جنوده عليه وخلاهم ولعوا في بيته. وخسرو باشا ده اللي كان سبب في ترقيته زي ما قلنا.
وبعد منه طاهر باشا اللي كان القائد العام للقوات الألبانية في مصر. محمد علي خلى جنوده وقتلوه لما بقى الوالي. وبعد منه خلع أحمد باشا بعد تعيينه بيوم واحد. وبعد منه علي باشا الجزائرلي، وده برضه جنوده قتلوه. وبعدها هرب البرديسي وابراهيم بيه، وهو نفس اللي عمله مع خورشيد باشا الوالي العثماني اللي اتعين بعدها بسنة. خورشيد وقتها بعت جاب فرقة من الجنود العثمانيين للقاهرة علشان يعمل توازن بين عدد القوات العثمانية وعدد القوات الألبانية في مصر، ويعني تقدر تقول انه كان خايف من سيطرة محمد علي. فمحمد علي طبعا ما يتوصاش وهيج الشعب عليه، لدرجة ان الشعب راح لعمر مكرم وطلبوا عزل خورشيد. فعمر مكرم قال لهم خلاص خلعناه. فمحمد علي سألهم طب انتوا عايزين مين؟ فالشعب قال له احنا عايزينك انت، لما التمسناه فيك من العدالة والتقوى. فمحمد علي قال لهم انا. محمد علي في الوقت ده ما كانش عايز حد يحس ان هو سبب في اي حاجة من اللي كانت بتحصل دي، وقعد يمثل شوية عشان يوهمهم انه ما كانش طمعان في الحكم. لكن في النهاية اتعين والي سنة 1805، ودي كانت أول مرة في تاريخ العثمانيين كله إن شعب هو اللي يختار الوالي بتاعه. لكن الشعب قبل ما يعينه قال له إن أنت هتتعين بشروطنا، وإن عمر مكرم هيبقى رقيب عليه. فمحمد علي طبعا قال لهم ماشي مفيش مشكلة. ومن بعد ما وصل محمد علي لكرسي العرش في مصر بقى كل تفكيره في انه ازاي يقدر ينفرد بالحكم، وده اللي خلاه يبدأ يهاجم المماليك في الصعيد، ويقرر انه يتخلص من وصاية الزعامة الشعبية ويتنصل من عهده ليهم، العهد اللي كان خده محمد علي على نفسه بانه يرجع لهم في كل صغيرة وكل كبيرة، وانه ينفذ رغبات الشعب. لكن محمد علي خد قرار بنفي عمر مكرم نقيب الاشراف لدمياط، ومن ساعتها محمد علي بقى هو الامر الناهي في مصر دون وصاية عليه. وبعدها قرر انه يعمل مذبحة القلعة اللي بتعد اكبر عملية اغتيال سياسي في التاريخ، المذبحة اللي قدر انه يقضي فيها على كل خصومه السياسيين في يوم واحد وفي ساعة واحدة. ولو عايز تعرف اكتر عن مذبحة القلعة وتفاصيلها واسبابها، وعن اللعنة اللي حصلت لمحمد علي في حياته الشخصية بسبب المذبحة، تقدر ترجع لفيديو لعنة مذبحة القلعة. ولحد هنا وانتهت القصة، واللي شفنا فيها مين هو محمد علي وازاي عاش طفولته، وازاي قدر يسيطر على العرش في مصر في 4 سنين بس، وازاي قدر يتغلب على كل ظروفه الصعبة ونشأته المتواضعة. وفي النهاية اللي حصل حصل خلاص، وكله اتكتب في كتب التاريخ، وانا هنا عشان احكي لك، لان اللي معرفش البداية عمره ما هيفهم النهاية. بس السؤال دلوقتي، تفتكر احنا ليه ما نعرفش اي حاجة عن تاريخ محمد علي قبل ما يجي مصر؟ وهل في حد اخفى التاريخ ده عن عمد؟ جاوبني في التعليقات. سلام. القصص ما بتنتهيش، القصص ما بتنتهيش، ما تنتهيش معاك، ما تنتهيش.